والله شو اقول لكم يا جماعه، جيتكم غاليه وعزيزين علي، لكن شو اسوي براكان، شو اسوي؟ صدقوني اني ما ادري عن هالشيء كله، حتى الحكي اللي دار ما ادري عنه. عمي احنا ندري ان مالك شغل بهالشيء، وبصراحه يعني ما ودنا نضايقك ولا ودنا نزعجك، بس يعني اقول يعني راكان ترى زوده شوي واخاف انه ينفذ تهديده. ينفذ تهديده وانا موجود؟ عفا عليك عفا عليك يا فهد، انت عارف ان راكان بعد صغير جاهل، وراكان مو متخيل حياته وابوه مو وزير ولا عضو مجلس امه، لانه فتح عيونه على ابوه قاضي بالسلطه بيده، ولذلك قام يقط خيط وخيط ويخربط ولا تواخذونه. كلامك عدل يا ابو راكان، بس احنا ليش نخلي ضعاف النفوس يتدخلون بيننا؟ لا اعرفها بموقف راكان، واعتقد احنا ما قصرنا معاك بالاول، وقفنا معاك لين وصلت للكرسي وتحكمت فيه. قصرنا بشيء معاك؟ حاشا لله، حاشا اكرم عليكم، وانا لما انتوا كان انا ما وصلت هالمواصيل ولا صرت في هالمكان اللي انا فيه. عفوا عليك يا عبد الرحمن. زين عمي، بتكلم راكان؟ اكلم راكان؟ لو تبي البلبه بخيجر انا عفوا عليك يا فهد اكلمه. انتم مالكم الا طيبه الخاطر، وتسمع ان شاء الله الاطراقات وانت ببيتكم من راكان بعد عامر. هذا حسب الظن فيك يا ابو راكان. لا تقول هالكلام يا عبد الرحمن، لا تقول هالكلام. انتم افضالكم علي لهني، وجمايلكم لو اسوي ايش ما اسوي ما انسى جميلكم. لا يا معود، خل جمايلنا لا تخليها، خلها برقبتك مثل الطوق. برقبتي؟ عبد الرحمن تبي تخنقني ها؟ لا نخنق اللي خنقك. عفا عليك يا ابو راكان. ما قصرت، مشكور يا ابو فهد. يلا نستأذن حنا. برصتك عمي. حياكم الله عزيزين وغاليين، وكونوا مطمئنين. راكان والله لا ذبحه اذا بقيتوا، ذكر له ذبيحه ما عشتكم. مشكور عمي مشكور. حياكم الله حياكم الله، مع السلامه. فما الله فما الله فما الله فما الله. حياكم الله. هاي الساعه المباركه سامحونا على القصور. راشد نعم طال عمرك. روح الحين قول، ولا دق تلفون، ولا روح بنفسك نادي راكانو خليه يجي هني علشان اعرف شلون اربيه. روح. حاضر. يلا. واخيرا شطاء التلفزيون بسكم نجرة كرمينا بسكوتك فنادو تأدبي ضبطي حالك. لا الحين اقوم ارقعك بهالمخدة اللي بيدي. اي شيء الله. وخر ماكو برنامج ما راح اخليكم تشوفونه. ايش بتسوي؟ خلاص اروح اشوفه بغرفتي وايد احسن، وانا بعد بروح وياك. تا شنو هذا اللي بيدك؟ حلو مو؟ حلو بعينك. شنو هذا؟ هذه بركات الاخت رانيا. رانيا مسويت لك كذي؟ لا رانيا مسويه كذي، وهي اللي راحت غلدتها. روحي مسحي اللي بيدك، لا ادوس ببطنك. لا والله خرانية تمسح اللي بيدها بالاول، بعدين انا افكر امسح اللي بيدي. جليلة الحية رانيا، وهذه بنت الحي الصيني بتضيعها. الله هداك يا اخوي، يعني هي جت على رشا، البيت كله ضايع من زمان. كانت غير عنهم، لا مكياج ولا تهتمل ولا تلبسين قصير ولا عندك طلعات وروحات مثلهم. ليش ما يصيرون مثلك؟ هداك حسبالك كلهم بيطلعون مثلي. انت تدري انا ما احب سوالف انا ما ادري شنو اقول، ما احب كذي كلش ما ابلعهم. الو. هلا راشد. اي تليفوني نسيته بالسيارة. خير؟ ابوي وين؟ الوزارة. زين الحين اجيكم. يلا باي. ايش في ابوي؟ ما ادري، بس اول مرة يطلبني هالحزة. لا وبالوزارة. خاف في شيء؟ لو في شيء كان حسيت من صوت راشد. لا بس والله ما ادري لازم اروح لهناك واعرف ايش السالفة. يلا تبي شيء؟ لا سلامتك. يلا. كلمة ثانية ما بي. الحين تقوم من عندي وتطلع وتروح لخالك
وولد خالك وتعتذر على اللي قلته واللي سويته. اسف يبا، ما تقدر تجبرني اسوي شيء انا مو مقتنع فيه. عجيب، انت على بالك بتسوي هالشيء علشاني؟ لا، انا مرتاح كذي، عاجبني الوضع، برتاح، ماني مشتغل قصب. انت بس تحمل الدوره الجايه لما اكمل 30، عقبها انا انزل مكانك. تنزل مكاني؟ شو تنزل مكاني؟ وراثه هي، الكرسي ورث مال ابوك وجدك، لا يبا ما يصير. بعدين هذول جماعتنا هم اللي وقفوا ويانا، شلون تطلع من شرهم؟ سايرون بالحكي لما يطيعونك ويخلونك الدوره الجايه، عقبها انت اطلع منها وخلني انا بالوي. مالك شغل، خلني انا بالوي، قول لهم ما قدرت عليه. يا راكان هذا الكلام ما يصير، انا اعطيت كلمه وما اقدر ارجع فيها. ايش فيكن؟ مو انا اللي اعطيتهم الكلمه، انتوا اللي اعطيتهم، انا مو مسؤول. مو كلنا واحد، انا وانت مو واحد. لو صدق احنا واحد كان شاورتني بالكلمه اللي ربط روحك فيها. جنيت انت؟ اساولك اطلع الجماعه ولا لا؟ مو توك تقول كلنا واحد؟ كم تلف عني، لا اشوف وجهك، يلا قم. ورحت الفهد وحاشيته بهالخرابيط اللي قاعد تدور فيها وتحكي فيها، لا تقوم الا نفسك، اصص جلدك وعايده بالشارع. يلا الف يلا لا اشوفك، ترى قلبك قام يعورني. ما ادري مطالع عليها الولد. على ابوه عسارة الدنيا كلها فيه. ابوه وعدنا انه كلمه عشان يسكت. ابوه ما يقدر عليه، اخذوها مني انا. راكان اللي براسه براسه، ما يرد على حد. يعني شلون؟ هدوا، لا تديروا له بال، علشان لا يصدق ان اللي قاعد يسويه هذا صح، وهو بعدين شوي شوي بينسى. كلام عمتك عين العقل. الحين هو قاعد يحاتي من حرته على ابوه، والسفه هنا مع الايام بينسى السالفه وبيلهب الشغل. ودي اصدقكم، بس قلبي يقول انه ناوي على شيء ثاني. تركوه فتره وشوفوه، اذا سوى شيء قولوا حق ابوه. كلام عمتك عدل، احنا لازم نبين له ان تهديده ما يهمنا، وبنشوف له يوم الانتخابات ايش بيسوي. فهد، اشوفك ما سالت عن رانيا، ولا طاب خاطرك منها؟ رانيا عمتي يا عمتي، رانيا ما تبيني بعد، اما يصير افرض نفسي عليها. خلنا ناديها لك وتسلم عليك، شو تتغير رايها؟ هو هي مزاجيه كل يوم بحال. لا ما يخاف عمتي، ما يخاف، خليها وقت ثاني. اقعد اقعد اقعد، ايش فيك مستحي؟ ريم، قولي حق رانيا تجيني الغرفة، أبيها ضروري. ويا حليلهم اللي يستحون. حبيبتي أنا كم مرة قلت لك أنا ما أحب هالسوالف. يعني أنت تدري إن مكان فيه شباب أنا ما أطبه، ليش تنرفزيني؟ أنت ضبطي حالك، أنا تخليني أعصب. رنادو، قومي شوفي امي ايش تبي. ايش تبي؟ ايش دراني ايش تبي؟ تبيك بغرفتها يلا. انزين زين. مو تطولين. الو. اقول لك امك تبيك بالغرفه، الصاحبه ما راح تطير، قومي روحي لها ورجعي، تعالي ردي كلميها يعني ما تستحين. انت هي تعالي، شنو قاعد تكلميني كذي؟ شايفتني قدامك، ضبطي حالك ها؟ حبيبتي كاشفتك وكاشفه سوالفك لاي شيء، قومي. انا بفهم، انت شكو تكلميني كذي؟ شايفتني قدامك، ترى انا ما يصلح لك تكلميني كذي. انزين خلصينا، روحي حق امك ولا رديت امتحانك، يلا. بجرم فيك انا اليوم، اخرج. طلع الله هذا عندها. خلنا نطلهم بتليفوني واشوفهم على راحتي. يا ربي، هذه وين راحت؟ عمتي قلت لك خليها وقت ثاني، الله يهديك. ريم، وين اختك؟ يلا بسرعة. نعم يما. من ناداك؟ أنا ناديت رانيا. رانيا قالت لي ان انت تبيني. هيا النزغة. عمتي مو قلت لك خليها وقت ثاني؟ لا ثاني ولا ثالث،
دام ريناد يد صارت من حظك ونصيبك. تعالي يما سلمي على خالك وولد خالك. شلونك خالد؟ الحمد لله بخير. انت شلونك؟ شلون دراستك؟ ماشي تمام. سلمي على فهد. قوى فهد. هلا يا ريناد. هلا والله. ها ايش رايك يا فهد؟ رايك شنو عمتي؟ العروس الحلوه. من هذه؟ انت يما. لا يبا ما بتزوج انا. صدق انتي؟ تعالي حسبي الله عليك من بنيه. قلت لك عمتي خليها وقت ثاني، ما طعتيني. فشلوني الله يفشلهم عيال الوزير. ريناد بعدها صغيرة على الزواج. احنا طلبنا رانية، مهي موافقة كيفها على هواها. يا اخوي لا تستعجل على زواج ولدك، وانا بحاول ان شاء الله اقنع رانية تاخذه. عمتي اللي ما يبيني انا ما بيه. يا فهد ايش فهمهم هذيل يا خال، ما يعرفون الا اللعب والوناسة. المهم نخليك الحين. مع السلامة. مع السلامة عمتي. حفظكم الله. التليفون. قاعد تدورين تليفونك؟ ايه شفتيه؟ مبلى كاهو. البلوتوثات اللي فيه كلها عجيبة تخص الجمعية مالتكم. اي جمعية؟ جمعية البويات. انت شلون تسمحين حق نفسك انك تمسكين تليفوني وتعبثين فيه؟ رنادا لا تدخلين وتضيعين الموضوع الاساسي. يا رناد الطريق اللي انت ماشية فيه غلط وقد اعذر من انذر. انت اخر واحدة تحكين عن الصح والغلط، فهمتي؟ وبعدين قبل لا تين تحكين عني شوفي نفسك، ضبطي حالك قبل لا تين تضبطيني انا. والله عاد انا رافض طبيعية وحالي حال البشر، انت اللي رافض الطبيعة البشرية. يا رناد الجامعة كلها قاعد تتكلم عنك، الناس قاعد يتحكون، خليتي سمعتنا بالقاع. اي سمعة واي قاع واي جامعة واي بطيخ. رانيو انا ما فيني شيء، روحي حق رفيجاتك قولي لهم الحكي اللي قاعد يطلعونه عني، خلي يشوفون عمرهم قبل لا يطلعونه عني، خلي يشوفون عمرهم، فهمتي؟ والله عاد رفيجاتي حبيبتي طبيعيين وعايشين سنهم، وانا بعد عايشه سني. كان زين يا رناد تكونين عايشه سنك ولا هالحاله اللي انت فيها. شوفي رانيو انا ما ابي اتكلم بهالموضوع، وايامي وياك تجيني مره ثانيه وتفتحين هالسالفه، فهمتي؟ والحين من غير مفروض طلعي برا. انتوا ايش فيكم؟ ليش تصوتون؟ اقول حق اختك ولا تقولين لها؟ رانيو فتشي عني نفسي واصله بخشمي، قلت لك طلعي برا. تعالي رانيا ايش فيكم؟ والله عاد اذا اختك عندها الجرأة خليها كلك. رناد ايش فيكم؟ ما فيني شيء، قلت لك ما فيني شيء، خلاص انت بعد لا تقديني، طلعوا برا فكوني. رشا هذا البرنامج وياي قاعدة هني، بشري ايش صار؟ ماكو على حطة ايدك، الاحداث ماشية بطيئة. غريبة مع انه كان بادي بداية قوية. من طلعت الحين بتخلص الحلقة وما صار شيء جديد، بس هذرة بهذرة. رانيو تعالي يا بيج. ايش تبين؟ اي سالفة تبي تستفسرين عنها عندك بصلوح روحي سأليه وهو يجاوب. منو بصلوح؟ اختك رناد الاسم الحركي مالها. زين تعالي بتكلم معك بنفس الموضوع. ما يصير رشا قاعدة. حبيبتي عادي تحكي قدام رشا، رشا تعرف السالفة كلها مثل ما كلكم عارفين ومسوي روحكم مو فاهمين. انا ما اعرف شيء ولا ادري عن شيء، روح اشوف امك. رانيو السالفة ريناد. شوفي لبسها وتسريحة شعرها وطريقة كلامها وانت تعرفين ايش سالفتها، ولا بس عندكم علي انت واخوك حاطين علي حط على لبسي ومكياجي. هذا مو موضوعنا الحين، احنا قاعدين نتحكى في موضوع ريناد. وش فيها رناد؟ رشا كانت قالت لي مرة انك قلت عنها انها بوية. صدق الحكي؟ بسألك سؤال ابيك تجاوبيني قبل لا اقول لك صدق ولا مو صدق. من رشا قالت لك هالحكي؟ ايش سويتي؟ طبعا ولا شيء ولا اهتميتي بالموضوع. يا ريم رناد عندها مشكلة نفسية ولازم تديرون بالكم عليها، البنت هذه خلاص راح تضيع. لا يبا ايش هالحكي؟ صدق انتي؟ انا باكر اللي شفتها بالجامعة تهورك الشغل العادي.
فيكم؟ ايش صاير؟ من كنت تحاكين؟ قاعدة اكلم رفيجتي. ايش السالفة؟ يعني الحكي اللي قاعدة تقوله رانيا صدق؟ وش اللي قالته رانيا؟ ايش تقصدي؟ ترى رانيا دائما تحب تقط اغلاطها على غيرها. منو البنت اللي كنت قاعدة تحاكينها ولما دشيت صكيت التليفون؟ ريم وش السالفة؟ قاعد اقول لك رفيجتي. والسالفة البويات اللي تقول عنها رانيا؟ بويات؟ شنو يعني بويات؟ ايش تقصدين؟ الحين خواتك كلهم يدرون عن سالفة البويات وانتم ما تدرين؟ عليانا الحكي يا رناد؟ لا مو سالفة ما ادري، يعني اشوف البويات انا بالشارع، بس يعني ايش قصدك بهالسؤال؟ انت فاهمة قصدي عدل؟ انت منهم ولا لا؟ ريم الله يهداك ايش هالحكي؟ شنو اللي انا منهم ولا لا؟ ضبطي حالك، يعني انا بويات؟ اصلا رانيو قاعد تقص عليكم، رانيو قاعد تقول لكم هالحكي بس علشان تشغلكم عنها وعن مشاكلها، بس ولا يهمها شغلها عندي. حسبي الله عليك يا رانيو. رانيو ايش هالحكي اللي قالته عني عند ريم؟ اي حكي؟ اعتقد يا رانيو اللي بيته من زجاج ما يحذف الناس بصخر. نزلي ايدك عن اختك العود، احترمي نفسك. ولا يهمك بنزل ايدي. ايش تبي تسوين يعني؟ ايش بتسوين؟ ايش بتسوين؟ ها؟ تعالي شبك يما اصلا انت ما تعرفين تلعبين. لا اعرف العب. ردوا مره ثانيه بدون غش وتشوفوا اذا ما كسرت راسكم ما اكون انا قبال. يلا. هذا الناقص بعدين تغلبيننا. يما اذا غلبتينا اللعبه هذه انا مستعد اقرع شارع الزيرو. خلاص حبيبي اوكي، نرد نلعب من اول وجديد وبدون غش. اذا ما خليتكم انتوا الاثنين تقرعون هم ما اكون قبال. نشوف. ضبطوا حال بنتكم لا تضبط عليكم. فهمتوا؟ شفتي يما؟ شفتي حركاتها وتصرفاتها؟ قلت لكم بويا ما صدقتوني. بويا؟ شنو يعني بويا؟ يعني بنت مسترجله. فهمتوا ولا تبوني انذبح قدامكم عشان تفهمون؟ بسم الله على بنات الرحمن الرحيم. شو الهالشي هذا اللي قاعد تقولينه؟ يما الوضع في البيت هذا وايد صعب. انت لازم تجابلينهم شوي قبل لا يضيعون، وساعتها لفات الفوت ما ينفع الصوت. ريم، الحكي اللي صار اليوم ما بي يوصل لابوك والراكان، وخلينا نحاول نحن نحل مشكلتنا بطريقتنا. يما اذا احنا ما قلنا لهم بيعرفون بروحهم لانتشر الحكي بين الناس. ويه الناس اشتراهم الا اذا عاد انت قلتي حق خالتك، وخالتك خو بخور السوق. يما انت تدرين ان علاقتي بخالتي مو ذاك الزود. اصلا انا من جيت هني وانا ما اشوفها كلش وما ابي اشوفها. وريلك حسام مندوبها السامي يوصل لها كل شيء، كلمة بكلمة وحرف بحرف. من صدقك يما انا اقول حق حسام الحكي؟
حسام وامه اذا ما وصل لهم الخبر بكذي ما حد راح يدري، وان شاء الله بعون الله بنحاول نخلصها من المشكله ونعالجها بدون ما حد يدري. زين شلون بتعالجينها؟ قولي لي حطيني معاك بالصوره. مو انا لازم احطك معي بالصوره لان انا بروحي ما اقدر اسوي شيء. سمعيني عدل. هاي. السلام عليكم. سلام، اهلا مدام ريم. شلونك حاليا؟ شو اخبارك؟ الحمد لله مهينة. شكلكم مسويين دراعات حلوه. في اشياء جديده منزلينها. زين انسام الخلف موجوده؟ لا والله مدام انسام لهلا ما اجت. امريني مدام ريم. حبيت اخذ يعني كم دراحه اختي وكنت ابي اخذ رايها. مين رانيا؟ لا حبيبتي انا انسام تعرف ذوقي، احنا نبي دراريع حق اختنا الصغنطوطه. هي يعني اصغر من رانيا واضعف شوي. طب ليش ما جبتوها معاكم ناخذ قياسها؟ قولي لها ليش ما جت معانا. مشغوله بالامتحانات يعني مشغوله ما تقدر تجي. اوكي طب شو المقاس والستايل؟ قلت لك يعني هي اضعف من رانيا شوي. بس على فكره ترى هي ما تحب الالوان الوايد، ها خفوا شويه من الالوان. ايش خلينا نبتدي بدايه قويه معاها. لا بعدين ما ترضى تلبس وتخرب الخطه. خطه شو؟ لا يعني المفاجاه اللي احنا مسوينها لها الملابس هذه اللي بناخذها مفاجاه عيد ميلادها. سبرايز يعني سبرايز. اها اوكي تفضلوا اورجيكم الموديلات الجديده اللي عندنا. شوف ايش رايك بهاللون؟ انا احب الاحمر. ايش رايك؟ شوفي شوفي بالعكس والله وايد حلوه. لا مو ستايل، مو ستايل تمشي مو ستايل رنان. شوفي السوداء، شوفي السوداء هذه. اي طبيعي خلينا نشوفها. شوف وايد حلوه. ايش رايك؟ بس مو سنها اسود عاد. هم صح لا ناخذ لون كذي. فريحي تركواز ايش رايك بهاللون؟ وايد حلوه لا تقولين عاد. ليش؟ لون وايد قوي بعدين اخف ما ترضى ما تحب هالاشياء. عارفه انا هذول. شوف بعد. هذه لا تقولين هذه وايد حلوه. رنادوفي هذه يعني بضحك ضحك. ايش رايك بهالدراعه؟ عجيبه مو؟ عجيبه بس من حقه. حقك. ابيك تلبسينها وتكشخين فيها وتروحين معاي الشاليه عند خالتك نهله، مسويه حفله محفوفه ما فيها احد، كلهم ربوعنا الاوليين، خالتك نسيمه وبناتها، وخالتك امل وبناتها، وبنات خالتك عادله. وانا شكو فيهم، بالاصح انا ايش علي منهم؟ شلون شكو فيهم وش عليك منهم؟ انا ابيك تجين معاي، فهمتي ولا لا؟ بوديك عند الاء دشتي تسوي لك ذاك المكياج الحلو والتسريحه السنعه. ابي بنتي رناد تصك على كل بناتهم. انا احط مكياج؟ يما انت تحطين مكياج ايش فيها؟ يما فيها وايد اشياء، في انك قاعد تهينيني، يعني انت تدرين انا لا احب المكياج ولا احب البس دراريع. ما يخالف يا يما ما يخالف يا حبيبتي، شوي شوي تتعلمين، كأنا وخواتك نحب نحط المكياج ونحب نلبس دراريع. قلتيها انتي وخواتي. تعرفين راني اختي؟ خذيها معك، تحب المهايط، تحب اللبس وتحب الدراريع وتحب المكياج وتحب هاللويه، خذيها معك واخريني انا عن هالسالفه. وليش انتي ما تحبين هالسوالف؟ ليش انتي مو مثل خواتك؟ انتي مو بنت؟ لا بلا بنت، لا بنت وعن 10 بنات بعد. خلاص اللي عارفه ان البنات كلهم يسوون شعورهم ويلبسون دراريع ويحطون مكياج. عدل كلامك، لا تضايقين، ليش تتعبين عمرك؟ راح البس الدراعه راح احط مكياج. كذي زين؟ يا الظالمه يا الظالمه، الحين هالدراعه تلبسين عليها نيديه في كعب؟ ايه كعب. انتي عمره ما مر عليك يعني جوت بكعب؟ لبست الدراعه وتكرفست، تبيني البس الكعب ان شاء الله شو يصير فيني؟ زين ما يخالف انا مذهبتك خوش مفاجاه. اروح افصح؟ ليش تفسخين؟ هاتي. سالفه كذي. انا منكم قضيها شوفي انا ما صدقت. اعطيني يما مو قضى دوني عضها. لا ايش فيك انت؟ انا يا بنت كباس. لا تدرين انا مو قضى دوني كباس. شو
اليوم كلها تركيه. ايه كذي صرت يومها. نعم. شو هالحكي؟ شو هالحكي اللي تقطقطينه علي؟ يما ترى انا ما احب هالحكي. ها افسخ التراكب وامسح المكياج وافسخ دراعي. لا 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 يا بنيتي، لا لا، انت شفيش على اختك؟ احنا ما صدقنا على الله لبست وصارت انثى. لا لا انتوا تبوني اتهور. تراكي وفسخناهم. لا عليكم لا عليكم. لا يا بنيتي، لا لا لا، حقك علي، حقك علي. ردوا دراعي. انا اسفه، انا اسفه يما، زلة لسان، زلة لسان يما طلعت مني، انا اسفه، حقك علي انا. شوي 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 عليها، شوي كنتي. خلاص ضبطوا حالكم وخلونا نحترم بعض. ردينا على ضبط حالكم، ردينا عليها تحكي مثل البنات، تحكي حكي بناتي. يا حبيبتي يا ريم يا بعد عمري ما عليه، شوي شوي، احنا ما صدقنا على الله انهلبست. الكلام يجي مع الوقت، يجي مع الوقت. على رايك، المهم انها حطت مكياج وقطت البنطلون. هي خلاص تبون شيء؟ سلامتك يما. انا ذنكم. شنو المشي بها تضيق؟ اللبس والمكياج يا ريم ما يحلون المشكلة. البنت لازم تتعالج نفسيا علشان تقتنع انها بنت مو ولد. قصر حسك لا تسمعك امي وتلعن خيري. الف تحذير عشان ما اقول لك السالفه هذه. ليش؟ عسى ما شاء لا يكون بدأت تكرهني. لا مو انت، عيل منو؟ امك ما تبيك توصل لها الحكي. هي ليتك ب 8 مليون دينار. امك؟ اي الله يستر، عسى ما تعرف اني هني. ليش بالله؟ ما نعتك تزورني؟ لا بس اندرت اني ازوركم متلوع كبكم كل يوم، ليش خلق بعد؟ لا لا لا، ما ابي رد عليها. عيل خلاص سكتي ولا كلمه. الو هلا يمه. انت ما تقول لي وينك فيه من الصبح للحين؟ اي شغل هذا اللي ما يخلص؟ صار لي ساعة انطرك وانت ما جيت. لا يكون قاعد مجابل مرتك وتقص عليه. شوف حبيبي، ترى الحركات هذه ما تطوف علي. انا اجيلك باي وقت واطب عليك. انزين زين زين، خل اشوف منو في الباب. وانت يمه بسك هياته وتعال البيت. انت عارف ما اقدر اكل اذا انت مو موجود. يلا مع السلامه، خلصني. حشا هذه مو خاله، شريكه. والله انك لو ماخذ علي شريكه ما تسوي اللي سويته فيني خالتي. ما عليه ريم، انت عاجل ولازم تقدرين ظروف. ليش وقفت؟ وين رايح؟ رايح البيت، امي ناطرتني على الغداء. وانا؟ انت عندك امك وخواتك يتغدون معك، لكن امي مسكينه ما عندها احد غيري. حسام، احنا لمتى بنتم على هالحاله هذه؟ اي حاله؟ حالتك مع امك، انت مو قادر ترفض لها طلب واحد. شو اسوي؟ انا كم مره قايل لك الجنه تحت اقدام الامهات، ما اقدر ازعلها. طبعا ما تقدر تزعلها، لكن تزعلني انا. حبيبتي انت مرة عاجل وفاهمه، المفروض تقدرين ظروف. اي ظروف هذا اللي تخليك تجابل امك 24 ساعه وتهمل زوجتك؟ حبيبتي امي مرة عوده، ولا تنسين ان فيها ربو، وان عاسرتها وايد بتكح علي اسبوع. زين يا حسام زين، بنشوف اخر كحه امك. مو مرتك طلعت من الانفاس؟ شو اللي مقعدها بيت اهلها؟ في شوي مشاكل ولازم تكون مع عمها وخواتها، ولا تنسين ان ابوها مطلق امها عقب هالسنين، والمسؤوليه شوي صارت صعبه. الا صدق صار عليهم، عمك يزورهم ولا يدري عنهم اصلا. وي 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 وي، صدق ناكر العشره، هالريايل ما لهم امان. باع عشره 30 سنه ولا قال عيب ولا استحى من الناس، واخذ زياد ما همه الا نفسه وبس. وهذا اللي مضيق خلق ريم وخواتها، يقولون على الاقل لو مطلقها كان اهون. زين، وصار على خطبه فهد ولد خالهم الرانيه. وانت ايش دراج عن السالفه؟ ماكو شيء يتغبى بهالديره. وانت صاجه بالذات هالسالفه وايد خاصه وما حد يعرفها. ما علينا من اللي درى واللي ما درى، المهم رانيا وافقت على الخطبه ولا ما وافقت؟ لا ما وافقت، لا هي ولا رناد. عمتي عرضت فهد على رانيا ورناد والثنتين رفضوا. غميضه، يا ليت عندي بنت وازوجها له. فهد لقطه ما يتفوت.
ما ادري من هي تعبث بالمحطات. الواحد على ما يلاقي المحطه اللي يبيها البرنامج خلص. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ابوي؟ هلا فهد هلا. تعديت؟ لا قاعد انطرك نتعشى مع بعض. حلوه يا ابو فهد، حلوه منك حلوه. خليني اقول لهم على حطوا له الغداء. تعال ضبط لنا المحطات مثل ما خربتهم. طيب انا لا خربتهم ولا داعي التلفزيون ولا يتصوب نهائيا، هذا اتهام باطل ومردود عليه. عيل ما كله جسوم هالعبث. جسوم خليتها بالشركه يا ابوي، وايد متحمس للشغل. كان زين يستلم الشركه ويشيل من مخه فكره السفر، يساعدنا شوي بالشغل. ايش رايك يبا لو زوجناه بنت خالد العاجي؟ بكذي نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، منها خليناه يقعد عندنا وافتكينا من شر العاجي. والله خوش فكره، بس مني فاتحه في الموضوع. بارك فيك يا ابوي، منو غيرك؟ انت رجل المهمات الصعبه. لا المساله هذه انت اللي لازم تفاتحه فيها. نسيت الكلام اللي قلته عن البنيه ذاك اليوم قدامه؟ اي ابوي انا فعلا نسيت اللي صار. اذا انت نسيت هو ما نسى، والكلام كان صعب وشايد. يعني يبا بحاول اني ارجع السالفه معاه، ولو ان المساله صعبه واكيد بيستغرب اني شلون غيرت رايي فيها، لكني بحاول وان شاء الله بنجح. انت اللي تقول هالحكي يا فهد؟ وش فيك مستغرب؟ انا قلت الحكي من وجهه نظري اللي تختلف عن وجهه نظرك. اي وجهه نظر الله يهداك. انت شوهت لي سمعه البنت، خلتني حتى لو كنت افكر اني اخذها في يوم من الايام اهون. لا حاج مو لهالدرجه، حرام عليك، انت تعرف طبعي زين، انا رجل تقليدي، يعني ابي زوجه تشبه امي، والنوعيه هذه للاسف تقريبا انقرضت. وهذا اللي مخليك للحين بدون زواج. بالضبط. اشوى انك بديت تفهمني. بعدين يا اخي مو انت اللي بنفسك قلت شوقتوني اني اشوفها؟ انا من حيث المبدا موافق. على اتفاقنا. لحظه، عندي شرط مهم. شنو؟ قول. انا وابوي مستعدين ننفذ كل شروطك اللي تبيه. ابوي عنده خبر بالموضوع؟ طبعا. معقول اقترح عليك اقتراح مثل هذا من غير ما اخذ راي ابوي؟ وابوي شنو رايه؟ رايه معروف وتقدر تساله. المهم علمني، انت شرطك شنو؟ ما تخطبون البنت من اهلها، خلوني اتعرف عليها بطريقتي الخاصه. ما قلت لك انك اكثر واحد تصلح لها؟ يعني موافق على شرطي؟ اكيد، انا وابوي موافقين على شرطك. المهم عندي انك تتزوج رانيا قبل الانتخابات. الا بسالك يا ابو عبد الله، ايش في ابو ريكان مغير سياسته بالوزاره؟ قاعد يدقق على كل شيء. يقولون يبي يختم حياته السياسيه بشيء يبيض الوجه، ما يدري اذا رد النواب الاستجواب جاي يا خليفه. ابو ريكان زميلهم. النواب يبون اللي يخلص شغلهم، واذا عاشرهم ما يفكه منهم الا منصه الاستجواب، ولا تنسى اغلاطه كثيره، ومن السهل يصيدون عليه شيء. تلقى يا ابو عبد الله يصيدون عليه شيء؟ تصدق سؤالك هذا نبهني لشيء انا كنت غافل عنه. ايش نبهتك فيه يا ابو عبد الله؟ لازم نجمع اغلاط لبوراكان علشان نحمي انفسنا منه، لانه اذا نبش ورانا لازم نوقفه قبل لا نروح فيها. الحين اللي قبله ما قدروا علينا، تبي بوراكان يقدر علينا؟ لا تستهي في بوراكان، اللي اعرف عنه انه معزم يسوي انجاز الناس كلها بتتكلم عنه. الاستغاله راح تكون عقب الاستجواب، وراح يكون احسن انجاز سواه بحياته. الله يسمع منك، علشان امورنا تمشي ما نبي وزير يقعد عندنا اكثر من سنه، بعدين يكشف اوراقنا وانت ورط. لو تحطني وكيل مساعد للشؤون الماليه والاداريه كان اضبط لك المسائل كلها. لو بيدي كان ما قصرت، بس هذه اجراءات رسميه ومرسوم وغيره، مو على كيفي يا خليفه. ابو عبد الله انا ستر وغطى عليك، وطول عمر ذراعك اليمين. تامرني امر، بس مهلني شوي وانا اضبط الامور. تكفى لا تخليني، ترى مالي غيرك. لا توصي حريص، اصلا الشيء هذا من مصلحتي. لك علي يا ابو عبد الله، ما خلي غلطه كبيره ولا صغيره على بريكان الا قطها باذن مدير مكتب صاحبنا علشان يوصلها له. كفو والله، نبيه يطير ويفكونا منه، واذا لابد خليه يجيبوا لنا وزير بالنيابه، ولا عنده 3 وزارات علشان يتدوده وما يفضى يحك راسه ويخلي لنا الحبل على الغارب. عمري هذا جمال كلها خير وبركه، عمرها ما تدخلت بشيء الا صار وتم. كل شيء باذن الله. اكيد باذن الله، بس سولفي لها يا مريكان وقولي لها سوالفك، ان شاء الله ما تطلع منك الا مراقك عندك. كل شيء باذن الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شو اقول لك يا ام جمال، شو اقول لك؟ قلبي محترق، ودي اصارخ ودي ابكي. تصدقين
ريلي اللي ما يخاف ربه، عقب 30 سنة أنا وياه عمري ما زعلته في يوم ولا خليته يطلع ضايق خلقه من البيت. يتزوج علي وحدة أنا ما شغلها خدامة في البيت. ويا بعد عمره مسويته دهيلة تنكتل، مخلية العين غطا عين الحاف، ومخلية خدها لا ما داس عليه. حسبي الله عليه. شو أقول لك يا جمال، عمري بحياتي ما زعلته في يوم، ولما تزوج علي ما كلمته ولا قلت له أي شيء. شو اسمه؟ خالد ولد شريفة. وانت شو اسمك؟ نورية بنت عايشة. بتشوفي من هالشيء عمرك ما شفتي. اذا ما ياك باكر يزحف على ايده وريله ماني بهيجه. كان زين يا بهيجو. تدرين نرد للبيت وطلق بنت ابليس هذه لاعطيها عطيه عمرها ما حلمت فيها. وطي حسك لا تسمعك ما ترد تطمع فينا. هو ليش؟ انت ما قلتي لها ان انا مرت خالد العاجي؟ تبين اقول لها بات تكسر ظهرنا بالطلبات؟ وي اشوانك نبهتيني. خذ عرفيني انا ما اعرف شيء دبشه. خلينا نتفاهم وياها. ريلك مسوي له سحر ومعقود 10 عقدات، واللي مسويته وحده من هينه، وتكره العمى، وقطة السحر بمقبره مو بالديره. يعني مقبره من مقابر المناطق الخارجيه؟ لا برا الديره، مو ديرتنا، ديره ثانيه. عسى ما تكون ديره بعيده ولا ديره محاربينها ما نقدر ندشها. ويلا خوفي لا تصير من الديره فيزتها صعبه ما تطلع لك طلعه الروح. وانت الصاجه يا بهجو عقب الارهاب حطوا علينا اكس، ما قاموا يعطونا فياس، مع ان احنا اللي مشينا سوقتهم وبضاعتهم. بعيده ولا قريبه مو مهم، ربعنا يجيبونها، بس انت اعطيني فرصه ويبي الطلبات اللي انا ابيهم. امري تدللي من عيوني الثنتين، بس انا بيرد البيت. يا اختي افتشلت قدام الناس درت انه قام ينام برا البيت.